4 مواضع تلتزم فيهم بالصمت. قول لنفسك كده في ال4 مواضع دول: هنا الصمت. وصمتك في هذه المواضع عبادة هتؤجر عليها، وهي من أرقى التصرفات من الذوق والإتيكيت إنك أنت تصمت في ال4 مواضع دول. فدنيا وآخرة أنت كسبان لو التزمت الصمت. الموضع الأول: لما حد يتكلم قدامك. لما حد يتكلم قدامك اسمع، فكر في كلامه، اتعلم، ما تقاطعش. جون جوتمان ده أحد علماء النفس بيقول إن المقاطعة أثناء الحوار من سموم الحوار، يعني بتقتل الحوار، تخلي اللي قدامك يتشد. كثرة المقاطعة على فكرة بتدل على التسرع ونقصان أدب الحوار وقلة الخبرة في الحياة. وساعات لما تقاطع كتير بيبقى فرع من فروع الكبر، أكنك بتقول اللي قدامك ما عندكش حاجة مفيدة علشان أسمعك. والاستماع الجيد مع الصمت من غير مقاطعة بيدل على قمة الثقة بالنفس، بالذات لما نكون مختلفين مع بعض. كأنك بتقول كلامك ما وترنيش حتى لو مختلف مع أفكاري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده يا بنات زي ما انتوا شفتوا في البداية كده هنعمل مع بعض بسكوت القهوة. حلو جدا يا بنات وطعمه جميل جدا جنب كوباية قهوة كده. يعني لو انتي بتحبي القهوة تحبي البسكوت ده. عملناه بكوبايتين من الدقيق وبيضة واحدة، وعمل معايا كمية حلوة يعني. عمل حوالي معايا 2 صاج 30 في 40. وتاني حاجة هنعملها مع بعض الغدا، وهنعمل مع بعض القرنبيط ونشوف هنعمله بطريقة حلوة وهيطلع معاكي مقرمش وحلو كده. اول حاجه زي ما انا وريتك بتنقي القرنبيط ازاي. بتجيبي الورقه بتاعته تبقى خضرة اللي بره دي ويبقى طازه معاكي، ويبقى لونه ابيض. القرنبيط نفسه يبقى لونه ابيض كده مش مصفر، عشان لو مصفر والورقه دبلانه اعرفي ان هو ايه بايت عند الراجل. فانا بنقيها كده تبقى طازه معايا وحلوه زي ما انتوا شايفينها كده. طبعا هتغسليها كويس جدا وهنقعها كمان بمعلقه خل. يعني هنقعها حوالي دقيقة مش اكتر من كده عشان القرنبيط ما يتبلش يعني ويشرب ميه. بصوا بقى يا بنات، انا بحط في الميه ايه بملح الميه كويس جدا عشان طعم القرنبيط يبقى حلو، عشان لو دلع معاكي مش القرنبيط مش هيبقى حلو. فبحط كميه ملح حلوه كده ورشه سكر وكمون، وهنا بحط زعفران عشان بس عايزاه يبقى لونه اصفر كده وانا بقليه يبقى لونه اصفر. لو مش عندك زعفران او مش بتحبيه استغني عنه خالص، بس ده انا حاطاه بس عشان اللون بس مش اكتر. او ممكن تحطي كركم كمان بس ما تكتريش عشان مش يمرر معاكي. هنا بغسل القرنبيط كويس جدا زي ما انتوا شايفين اكتر من مره، يعني غسلته كذا مره ونقعته زي ما انا وريتكم في معلقه خل. بص انا مقطعاه قطع كبيره مش صغيره، هقطعه بعد السلق عشان لو قطعناه قطع صغيره قبل السلق هيتهري معاكي. طبعا القرنبيط بيتهري بسرعه يعني وكده، فما تقطعوش قطع كبيره يعني كده، قصدي قطع صغيره. قطعيه قطع كبيره كده وبعد ما تسلقيه هنقطعه، هتشوفوا انا هقطعه ازاي. طبعا القرنبيط لازم بقى ايه الخضرة بتاعته لان عبارة عن شبت وبقدونس وكزبرة. كنت جايبة شبت وبقدونس وكزبرة، ولو انتي ما بتحبيش الكزبرة او اي نوع يعني من انواع الخضرة دي ما تحطهاش، بس انا بصراحة بحس بيبقى طعمه حلو لما بنحط التلاتة ايه مع بعض. كنت جايبه كمان جرجير، ومعرفش كنت جايبه كميه بصل كبيره ليه، بس هو الراجل يعني قال لي 3 ربط زي كده ب5 جنيه، فقلت يلا مش مشكله. فجبت الكميه دي كلها. طبعا بغسله واحده واحده كده وكمان بنقعه. اهم حاجه الخضر يا بنات تنقعيه في معلقه خل كده، واي ورقه كده مش صفرة او مش مرغوب فيها شيليها. غسلته طبعا الاول قبل ما هنقعه في الخل، وبعدين اديته برضو معلقه خل كده، وبرضو البصل والجرجير هديله برضو معلقه خل، وهسيبه منقوع برضو دقيقه. ما تكتريش في الخضره يا بنات تنقعيه كتير عشان ما يتبلش معاكي. بصوا يا بنات الخضره في الشتاء بتبقى جميله جدا، انا بحب خضره الشتاء بتبقى خضره كده وايه ومزهزهه. وكتروا يا بنات من اكل الخضر في الشتاء. زي مثلا السبانخ جميلة جدا للأولاد مليانة حديد، والقلقاس والبسلة. ايه تاني البامية، الحاجات اللي هي بتبقى موجودة في الشتاء دي. وبصوا هنا بقى بغسله واحدة واحدة، بدأت اغسله تاني بعد ما نقعته في الخل، هبدأ اغسله تاني واحدة واحدة كده زي ما انتوا شايفين. برضو عشان برضو الجرجير بيبقى فيه طين والكلام ده، فهنهتم بنظافة الخضرة بتاعتنا كويس جدا.
بصوا يا بنات، انا هعمل لكم القرنبيط بطريقه جميله جدا، وهيبقى مقرمش معاكم كده، يعني مش طري بقى زي ما امهاتنا كانت بتعمله زمان. وهعمله معاكم ببيضتين بس، مش هنحط بقى البيض الكتير اللي احنا كنا بنحطه زمان، لا هو بيضتين بس وهنشوف هنعمله ازاي. بصوا هنا كان عندي بطاطس، فقلت هحمر بطاطس عشان لو ابني الصغير ما بيحبش الخضره والكلام ده، ما كلش القرنبيط، يبقى ياكل بطاطس. وعايزه اقول لكم كل القرنبيط وما كلش البطاطس، كنت عامله بطريقه حلوه بصراحه. بصوا هنا بقى غسلت البطاطس دي عشان اسلقها، وبعدين حطيتها في الحله وهملحها بقى كويس جدا. وبعدين برضه هحط رشه كده من الزعفران عشان يبقى لونه اصفر. بصوا هنا انا ما القرنبيط ما كملش دقيقتين على البوتاجاز، وبعدين اتسلق معايا. لو قعد اكتر من كده هيتهري معاكي يا بنات، يعني هي يعني دقيقه دقيقتين بالكتير قوي. بدأت كده اصفيه وهغسله، احط عليه ميه ساقعه واسيبه يبرد تماما لحد ما نعمل مع بعض الخلطه. الخلطه عباره عن كوبايتين من الدقيق، عليهم معلقتين من النشا، عليهم كمان معلقه صغيره من البيكنج باودر. هنا النشا والبيكنج باودر هيخلي برضو القرنبيط معاكي مقرمش، يعني لو انتي بتحبيه يعني يبقى مقرمش وكده. هحط كمان التوابل بتاعتي برضو، هملحه كويس جدا. وبعدين هحط كمان كمون، وحطيت كمان شطة، وحطيت كزبرة، واخر حاجة هحطها رشة صغيرة كده من الزعفران. برضو الزعفران هنا انا بس عشان اللون مش اكتر، يعني مش كطعم يعني. هديلهم كده تقليبه مع بعض. والخطوه دي بقى من عندي، جربيه بقى لما تحط عليه فلفل مفروم وثوم مفروم. يعني دقي كده في الثوم، في اللي هون عندك فلفل وثوم وحطيها، بصراحه بيخلي طعمه حلو جدا. جربيه يعني قوليلي هيبقى طعمه عملتيه ازاي، اقصد يعني في التعليقات. هتحطي كمان معلقتين من الخل وبيضتين، ما حطيتش هو بقى 35 بيضه بقى ولا الكلام ده، البيض غالي يا بنات، هو بس بيضتين وهيبقى مقرمش وحلو جدا، عشان احنا هنا ما بنعملش عجه. بعد البيضتين حطيت كمان معلقتين خل كده عشان زفارة البيض، وحطيت كمان كوباية من المية. حسيت ان هنا اللي هو تقيل كده، فجبت كوباية كمان، حطيت نص كوباية وقلت لو احتاج النص الكوباية التانية هضيفها. فحسيت ان هو كده حلو قوي، فما زودتش النص الكوباية، يعني يحتاج معايا كوباية ونص من المية. طبعا لو بيختلف من دقيق لدقيق، ممكن يحتاج الكوبايتين معاكي، ممكن يحتاج كوباية مية بس، فانتي اللي بتتحكمي في قوام الخلطة دي. طبعا هنا بدأت افرم الشبت والبقدونس والكزبرة، زي ما انا قلتلك اي نوع خضرة ما بتحبهاش مش تضيفيها، بس هما التلاتة مع بعض كده بيدوا طعم حلو في القرنبيط. تاني حاجة هنا بقى بعمله خلطة كمان كده، بضيفها على القرنبيط قبل ما انزل بيه في الزيت. هو نفس الحاجة اللي احنا حطيناها في الخلطة السائلة. حطيت دقيق ونشا وبيكنج باودر وملح، وحطيت كمان كمون، وحطيت شطة، وحطيت رشة صغيرة كده برضو من الزعفران. هديلهم كده تقليبة مع بعض. وبصوا بقى التركة دي، لو برضو عايزاه يبقى محرمش كده من بره، هتحطي معلقتين من الخلطة السايلة كده عليه وتقلبيه، هيديكي اللي هي التعريجات اللي بتبقى موجودة كده على الكنتاكي، عارفينها لما بيبقى مقرمش كده، نفس الطريقة. لو برضو مش عايزة الخطوة دي مش تعمليها. بصوا بقى هنا يا بنات، انا بدأت كده اقطع القرنبيط قطع صغيرة. شفتوا بقى الفكرة ان انا سلقته وهو قطع كبيرة عشان ما يتهريش، يعني لو كنت سلقاه دلوقتي وهو قطع صغيرة ما كنتش هعرف امسك قطعة القرنبيط، كانت هتتفتت معايا كده او تتهري معايا. بنزل بيها في الخليط السائل الاول اللي احنا عملناه اللي هو خليط البيض، وبعدين بنزل بيه في الدقيق والنشا اللي احنا عملناه وتبلناه بالتوابل اللي احنا حطيناها، وبعدين بحطه في الزيت. هنا بقى الزيت بتاعي مش سخن ولا بارد، لازم يبقى وسط كده عشان تتحمر كويس جدا قطعة القرنبيط. بصوا بقى مقرمش ازاي يا بنات، والله العظيم الطريقة دي هتعجبكم جدا. انا دايما بعمله كده، وتضيفي عليه الثوم والفلفل بيدي نكهة جميلة جدا مع القرنبيط. بصوا مقرمش جدا، كنتاكي ده بقى ولا مش كنتاكي؟
جربوه بقى بالطريقه دي ومقرمش جدا معاكي والولاد هيحبوه. عايزه اقول لكم ان انا ولادي خلصوا ما شاء الله يعني نص الكميه وانا بقلي كده، بقوا يجوا ياخدوا ياكلوه وعجبوا جدا. حتى ابني الصغير اللي ما بيحبش الخضره كلوا يعني. المهم هنا اتبقى معايا شويه من الخلطه السايله اللي هي خلطه البيض، واتبقى معايا كده شويه دقيق، فانا يعني قلت لا مش هرميهم. حطيت كده الدقيق، باقي الدقيق على خلطه البيض. وبعدين هنا بقى البطاطس اللي احنا سلقناها هنزل بيها بخليط البيض اللي احنا عملناه ده، وبعدين هقلي. انا كنت هقلي البطاطس ديت كده بصراحه، فحسيت ان الخلطه زادت معايا، فقلت خلاص هحمر شويه بطاطس جنبها. بصوا بقى الزعفران مديله لون اصفر ازاي، طعمه حلو جدا برضو البطاطس يا بنات بعد ما حطيناها في الخلطه دي. طعمها حلو برضو. هنا كمان يا بنات قلت لما احمر شويه بتنجان كده جنب الاكل، وبرضو هنا برضو اتبقى معايا خلطه كمان، فطبعا مش هرميها. اتبقى معايا كمان هنا فتافيت كده من القرنبيط، فقلت خساره طبعا ان انا ارميها، هعمل بيه بقى احلى عجه قرنبيط. عايزه اقول لكم هتاكلوا العجه دي اكتر كمان من القرنبيط نفسه. نزلت هنا بفتافيت اللي هي القرنبيط ديت، وهقلبها مع خلطه البيض، وهحطهم كده في طاسه وهسويهم زي قرص كبير كده. اول حاجه بس هحمر البتنجان. انا بحب انقي البتنجان الصغير كده وبعمل له خلطه هنعملها مع بعض هتشوفوها برضو. وهحمر البتنجان الاول، وبعدين هجيب طاسه صغيره وطاسه تكون ما بتلزقش، هنزل كده بيها بكميه مناسبه من الزيت عشان بس الخلطه ما تلزقش معايا. وبعدين هنزل كده بخليط القرنبيط اللي احنا عملناه، وبعدين هفرده كده عشان يبقى قرص يدي شكله حلو يعني كده معايا. طبعا ده كله على نار هاديه عشان ما يتحرقش معايا من تحت. هفرده كده في الطاسه، وبعدين هغطيه، اهم حاجه تغطيه عشان يستوي، عشان طبعا فيه بيض ني وكده. بعديها كده بدقيقه ولا حاجه اقلبيه. انا هنا قلبته على الوش التاني عشان برضو يستوي، وهيبقى محمر كده وحلو جدا يا بنات، برضو هيبقى طعمها حلو. برضو هغطيها تاني لحد ما تستوي معايا، ونار هاديه بقى واسيبها تستوي كده براحتها. في الوقت ده قلت اما اعمل خلطه البتنجان، انا بحب احط فلفل اخضر وفلفل احمر. حطيت هنا في الكبه بتاعتي فلفل اخضر والفلفل الاحمر الحامي ده. وبعدين هضيف تاني، عندي هنا الثوم انا بحطه يعني جاهز عندي في الفريزر على طول. اهم حاجه ان انت تطلعيه من الفريزر وتدخليه تاني في ساعتها، ما تسيبوهوش بره عشان ما يصفرش معاكي ويبقى مضر بقى بعد كده. يعني انا خدت منه المعلقه وما ركنتوش بقى جنبي على بال لما اعمل الخلطه، لا حطيتها في الفريزر على طول. هنا بقى بدأت ان انا افرم خلطة البتنجان اللي هي الفلفل والثوم وكده، ما حطيتش لسه عليه توابل. هحط بقى عليه معلقتين خل كده، وهحط الكمون والملح، وحطيت كمان ليمون كتير كده، البتنجان ده بيحب الليمون الكتير. وحطيت كمان كزبرة، كمية ليمون حلوة كده، هديله تقليبة. وبعدين هنحشي مع بعض البتنجان. هنا كمان بحشي يعني البتنجان جايباه صغير، ما بحبش انا البتنجان يبقى كبير كده عشان برضو يبقى شكله حلو في التقديم. حاولي يبقى كله مقاس واحد. وقليت كده جنبه فلفل، وحبيت بقى اعمل وردة كده بالطماطم، وحطيت فيها شوية برضو من الدقة. وهنا بقى خلاص كان استوى معايا عجة القرنبيط. عايزه اقول لكم يا بنات طعمها تحفه جدا، وهتاكلوها كده قبل القرنبيط نفسه. هنا خلاص هي عجة القرنبيط شكلها تحفه كمان، وده البتنجان بتاعنا. وكمان القرنبيط والبطاطس تحفه تحفه يا بنات، جربوها بقى بالطريقه دي، وضيفي الثوم والفلفل عليه بيغيروا طعمه تماما وبيبقى طعمه حلو لحد كده. وبرده كان لسه القرنبيط مقرمش معايا، كان نفسي برضو تسمعوا الصوت، ما يعني ما طريش معايا ولا حاجه، لا فضل مقرمش لحد اخر قطعه معايا. طبعا الاكله دي لازم جنبها مخلل او جنبها مثلا خضره او اي حاجه حرشه كده، او طبق مسقعه، يا سلام طعمه تحفه يا بنات. جربوه بالطريقه دي وهتعجبكم ان شاء الله.
طبعا كنت بعد ما خلصت الغدا كان كمية مواعين رهيبة بجد والله، كمية مواعين. بصوا الرخامة مليانة مواعين عشان كنت بعمله ورا بعض، يعني بعمل الاكل كده ورا بعض، فكنت بركن المواعين في الحوض، ما كنتش بغسل باول باول بصراحة. فاتغدينا وقلت كده هقعد كده شوية وبعدين هغسل يعني المواعين الاول. بصوا كمية المواعين، قلت يلا بقى خليني كده بس اول حاجة احط كده، اطلع الحوض. انا الحوض عندي صغير يعني مش كبير، فبس بطلع منه الاول المواعين عشان اعرف اغسل كده براحتي. هنا بقى طبعا اول حاجة بغسلها هي المصفى، واهتموا بغسيل المصفى دي يا بنات عشان مع ما بتركنيها كتير، المصفى اللي هي بتبقى تحت دي بتكون رواسب كده لزجة، فلا اغسليها على طول مع كل غسلة مواعين كده اغسليها. بعد بقى ما اغسل يا بنات المواعين واظبط المطبخ بتاعي واروقه واغسل البوتاجاز والدنيا كده تبقى رايقه حواليا، هنبدا نعمل مع بعض بسكوت القهوه اللي انت شفتيه في اول الفيديو. طعم حلو قوي يا بنات وسكره مظبوط، واحنا مظبطين السكر بتاعه. انا متاكده ان هو هيعجبكم، اعمليه بقى بطريقتي. وشكرا يا بنات للبنات اللي جربوا طريقه الدوناتس وكلموني على جروب الفيسبوك وشكروني. كلهم يعني مفيش واحده جربته وقالت لي باظ معاه ولا حاجه، وكله كان بيقول خفيف وهش كده وحلو مش شارب زيت ولا حاجه. فشكرا لتعليقاتكم الجميله، والبنات اللي كلموني دخلوا لي على الخاص كده وشكروني على طريقه الدوناتس. شكرا لكم كلكم، وبقول لكم بقى جربوا بقى البسكوت ده هيعجبكم جدا كمان. خفيف كده ومش تقيل ولا حاجه، وعاملينه كمان بزبده وخفيف معاكي كده، وطعم القهوة جميلة فيه. هنا بقى بغسل المواعين يا بنات. طبعا اخر حاجة بسيبها اللي هي الحلل وكده، بغسل الاول الكوبايات والحاجات اللي هي الخفيفة الاول، وبسيب الحلل في الاخر. انتي وانتي واقفة في المطبخ كده نظمي كل حاجة حواليكي، هتبقي واقفة رايقة وكده. مهما كانت الحاجات كتير عليكي او وراكي حاجات كده في المطبخ، لو رتبتي نفسك كده هتلاقي كل حاجة سهلة معاكي بإذن الله. زي ما انت شفت في الاول، حطيت الاول الحاجات اللي هي الرفيعه والكوبايات والحاجات اللي هي هتتغسل كده معايا بسرعه، غسلتها في الاول. والحاجات بقى اللي هي الكبيره زي الاطباق والحلل والكلام دي بعملها في الاخر، عشان ابقى مرتبه نفسي كده ومزهقش. بصوا بقى هنا خلاص خلصت بقى المطبخ كله وسبته بقى رايق كده ونضيف. غسلت كمان الرخامه والبوتاجاز ولمعت اي حاجه كده بقى معايا، واتغدينا الحمد لله. وباقي الاكل حطيته في التلاجة، ومفضلش بس غير شويه المواعين اللي في المصفة الاطباق دي، هحط كل حاجه مكانها وبعدين هنبدا نعمل البسكوت. قبل ما اعمل البسكوت كنت جايبه كده قالب زبده، ما بحبش اسيبه في التلاجة زي ما هو كده، بقطعه وبحطه في علبه، بقطعه مكعبات وبحطه في علبه، بحطه بقى في الفريزر او في التلاجة وبسحب منه. لما بحتاج مكعب او 2 بسحب منه، يعني ما بسيبهوش زي ما هو كده. هحطه كده بقى في علبة نظيفة وبقطعه مكعبات. وكمان كنت جايباه عشان عايزة اعمل البسكوت بصراحة، فاكتر الحلويات اللي انا بعملها بحتاج لها زبدة يعني، فبجيب كده القالب على بعضه. وانا كنت جايبة فرن، يعني اي نوع زبدة انت بتستخدميها. هنا بقى بدأت اعمل البسكوت. هنا يبقى احتاجت كوباية الا ربع من الزبدة، يعني خليت الزبدة تبقى لينة كده معايا، وبعدين حطيتها في الكوباية الكوب المعياري، يعني عايرت كوباية الا ربع. بس اهم حاجة خليها تبقى لينة معاكي عشان تعرفي تحطيها يعني في الكوباية. حطيت كمان عليها كوباية الا ربع من السكر البودرة، ومهم جدا يا بنات ان انتوا تستخدموا سكر بودرة، مش هينفع السكر الحبيبات ده، هيخرز معاكي في البسكوت والبسكوت هتبقى خشنة كده معاكي. فاهم حاجة تطحنيه ناعم جدا كمان. هنا كمان ضفت ربع كوباية من الزيت، يبقى كده انا استخدمت كوباية الا ربع من الزبدة، وكوباية الا ربع من السكر، وربع كوباية من الزيت. بضربهم كويس جدا من المضرب، عايزاهم يبقى كريمة بيضة كده معايا. انا ضربتهم حوالي 3 دقايق كده لحد لما بقى معايا كريمة لونها بيضة. هنا بقى هضيف بيضة واحدة
ضفت البيضة وهضيف عليها كمان ظرف من الفانيليا طبعا عشان زفرت البيض، وهرجع بقى اضربه تاني. وبرضو عايزه اضربه كتير هنا عشان برضو البيض كده يتضرب معايا والخليط يبقى هش كده معايا. بص لونه فتحي معايا عشان قعدت اضرب فيه كتير بصراحه. انا مسرعه الفيديو بس قعدت اضرب فيه كتير لحد لما الزبده مع السكر مع البيض اداني اللون ده. هنا بقى هضيف كوبايتين من الدقيق، عليهم رشه كده من الملح. هضيف كمان معلقه صغيره من البيكنج باودر، قصدي نص معلقه صغيره من البيكنج باودر، ما تكتريش بيكنج باودر عشان ما يفرش معاكي. ومعلقتين كبار من النشا، ومعلقتين كبار من الكاكاو، كاكاو خام من غير سكر اللي هو الكاكاو الغامق ده. وحطيت هنا 3 باكت من النسكافيه، هي القهوه سريعه الذوبان، او تحطي معلقه ونص كبيره كده. هبدأ بقى انخله، لازم تنخليه كده عشان البسكوت يبقى هش معاكي. هنا حطيت كوبايتين دقيق، عليهم معلقتين كبار من النشا، عليهم معلقتين كبار من الكاكاو، وحطيت كمان ربع معلقه صغيره من البيكنج باودر ورشه ملح. وحطيت كمان اللهم ذكرني ربع معلقه صغيره من البيكنج باودر. بص هنا احتاج معايا معلقه دقيق واحده بس، ما تكتريش اكتر من كده، يعني بيبقى حسب نوع الدقيق بتاعك. مش كل ما تزودي دقيق كل ما البسكوت هينشف معاكي، مش هيبقى حلو يعني. فاهم حاجه انتي اظبطي اول ما تلاقيه لم معاكي كده. هو بيبقى بيلزق، بس لما بتسيبيه يرتاح شويه مش بيلزق معاكي. احتاج معايا يعني كده استخدمت كوبايتين من الدقيق، عليهم كمان ضفت كمان معلقه من الدقيق، ما تكتريش اكتر من كده. طبعا تشكيله سهل جدا، هنشكله على شكل حبات القهوة كده، وبسكينة هديله بس يعني خط كده صغير، ومش هنزل بيه للاخر البسكوتة عشان البسكوتة ما تفتحش معانا. فاهميني يا بنات اقصد ايه؟ يعني بس بص بلمس بالسكينة كده عشان بس تدي الشكل. لو انا نزلت بالسكينة للاخر لتحت البسكوتة، البسكوت هيشقق معايا وهيفتح معايا. بصوا هنا حطيته في الرف اللي في النص، ما بحطهوش تحت، وما بشغلش الشوايه اللي فوق، هي بس الفرن من تحت بس على درجه حراره 108، ما بياخدش اكتر من 10 دقايق. وخلي بالكم يا بنات عشان مش يخدعكم، عشان هو لونه بني فانت مش هتبقي عارفه هو استوى ولا ما استويش. فانت يبقى هو اول ما تطلعها تلاقيه طري معاكي، فما تحسبوش ان هو كده ني، لا سيبيه هيمسك نفسه بعد ما يبرد، عشان لو سبتيه اكتر من كده هيتحرق معاكي وانتي مش هتعرفي ان هو حتى كمان اتحرق معاكي. فبصوا 10 دقايق 9 دقايق بالكتير قوي هتلاقيه استوى معاكي. بصوا عمل معايا الكميه دي 2 صاج 30 في 40، كميه حلوه يعني بالنسبه لكوبايتين دقيق. الخطوه دي برضو اختياري. انا جبت الشوكولاته بالحليب، طعمها حلو جدا برضو بنات مع بسكوت القهوة هيديكي طعم جميل جدا برضو. احنا ظابطين السكر بتاعه مع الشوكولاتة مع القهوة مع الكاكاو، بيدي طعم جميل جدا يا بنات. جربوه بقى بالطريقة دي وهيعجبكم ان شاء الله. هنا يا بنات بدأت ان انا افضيه في العلبة، بس بعد ما حطيت الشوكولاتة كده حطيته في التلاجة عشان الشوكولاتة تجمد عليه، وسبت كده شوية من غير شوكولاتة، يعني اللي حابب يعني ايه ياكله كده. هو اصلا لوحده طعمه حلو بصراحة. فحطيت بس عليه كده الشوكولاتة عليه على نص البسكوتة كده، مش كلها، ما غرقتهاش كلها يعني عشان مش يبقى مسكر قوي. وبعدين دخلته الفريزر او التلاجة الشوكولاتة تشد عليها او تمسك شوية. وبعدين بعد ما حسيته ان هو مسك كده حطيته في علبة. هنا بقى تشربيه جنب الشاي، تشربيه جنب قهوة، قصدي تاكليه جنب الشاي او القهوة، تحفة يا بنات والله هيعجبكم جدا. انا عيالي برضو حبوه قوي، وتاني يوم خدوا منه في المدرسة هم رايحين، حطيته في اللانش بوكس عجبهم جدا. كنت حاطاه في التلاجة يعني ما كملش يوم عندنا في التلاجة، والحمد لله الولاد كلوه وعجبهم جدا وطعمه تحفة. بقى انا بقى ايه قلت اعمل لنفسي كده كوباية شاي على رواقه. كنت هنا بقى بالليل قلت مش هتعشى، هي دوب بس كده هاكل واحدة ولا 2 كده بكتير قوي، جنب كوباية
الشاي. هو حجمه صغير يا بنات، بس الكاميرا مبيناه ان هو كبير، انا كنت عايزه اعمله صغير يعني، مش حابه ان انا تبقى البسكوته كبيره كده. بصوا بقى هنا تحفه يا بنات، جربوه بقى بالطريقه دي وهيعجبكم ان شاء الله. هنا كنت برضو لسه مطلعه من التلاجة، فكانت خلاص الشوكولاته جمدت كده عليه. يلا بقى جربوه بألف هنا، واكتبوا لي بقى في التعليقات او كلموني على جروب الفيسبوك وقولي لي اللي جربوا عملته بالطريقه ازاي. ربنا يحسن كده ما بين ايديكم يا رب. ده الفيديو بتاعي النهارده، يا رب يعجبكم. لو عجبكم يا بنات دوسوا لايك للفيديو.